السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهد، جاي لك النهارده بكلمتين وموضوع مختلف تماما. قناة نادي الزمالك امبارح بتقدم عظمة. جمهور نادي الزمالك واعلاميين نادي الزمالك، الناس اللي كانت بتشتكي كتير قبل كده وبتقول عايزين تطبيق للعدالة التحكيمية واترك المركز الثاني للمنافسين، ولما جت تقنية الفيديو كل واحد عرف مقامه. امبارح قناة نادي الزمالك بتطالب برئيس لجنة حكام مصري وبتقول لك ليه يكون أجنبي؟ ده إهدار للمال العام. يا سلام. وكمان عايزين عصام عبد الفتاح، والأهم من ده كله إن إحنا عايزين نلغي تقنية الفار علشان الزمالك يعود لمنصات التتويج تاني. ولما واحد يغطس غطس أو يزوم أو واحد يعمل أي حاجة مفيش حاجة تراجعها، ونرجع للمقولة الشهيرة بتاعتهم: الأخطاء التحكيمية من متعة كرة القدم. كلام عظيم، كلام في قمة الضحك. عايز تلغي تقنية الفار اللي شغال على مستوى العالم، كمان مش عايز رئيس لجنة حكام يكون أجنبي عشان إهدار للمال العام زي ما فضلت ورا كلاتنبرج ومشيتوه. وكمان عايز عصام عبد الفتاح، يعني عايز تضمن إن أنت تكون على منصات التتويج. كلام يضحك ويموت من الضحك. دي جزئية. الجزئية التانية يا جماعة كلمتين على السريع. أشرف داري يلعب مباراة غدا الأحد يوم الاثنين، هيكون في مصر للإعلان عنه رسميا، وورا منه محمد علي بن رمضان. تحياتي ليكم، ما تنسوش اللايك والشير، وقول لي رأيك في التعليقات عن قرارات نادي الزمالك الهلس.